السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم البويوس اللي كيجيو رطيطبين وهشاشين، اللي كيبقاو معنا فوق 3 ايام، كيبقاو رطيطبين وما كيتقصحوش معنا. بزاف ديال السيدات كيكون عندهم المشكل. كنعدلوا البويوس اليوم ملي كنخرجوهم من الفران كيكونوا يعني خفافين ورطيطبين، ولكن ملي كيباتوا كيبقاو حتى الغدا كيوليو بحال اللي قاصحين. اليوم جبتكم واحد السر مزيون بزاف وغادي يعجبكم، وغادي نبداو بسم الله على بركه الله مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو هنايا كاس ديال الحليب يكون دافي. هنايا على حسب الكاس اللي غادي تستعملوا نتوما، انا عملت هنايا كاس كبير. كاس ديال الماء حتى هو يكون دافي. نص كاس ديال السكر، نص كاس ديال الزيت، واحد البيضه، شويه ديال الملح، مغرفه كبيره ديال الخميره ديال الخبز على حسب الجو اللي عندكم. اللي عنده الجو بارد بامكانه يزيد يكثر واحد شويه. مغرفه صغيره ديال خميره الحلويات اي الكيماويه. انا هنايا غادي نسمهم بحبه حلاوه والنافع وشويه ديال الزنجلان. نتوما بامكانكم تنسموهم باش ما بغيتو، بباني، بالليمون، قشره الليمون باش ما بغيتو نتوما. صافي هنايا غادي نخلط كلشي مع بعضياتو، وغادي نبقى نعمل الطحين بشويه بشويه حتى نجمع العجينه. العجينه خصها تكون بحال ديال السفنج، يعني تكون مرخوفه. هنايا يعني احتاجت 800 غرام ديال الطحين. 800 غرام يعني كافيه، كيجي بحال هيدا، يعني باش تعرفوا القوام ديالو. كيكون كيتلصق في اليدين، ماشي خفيف مره، يعني يكون كيتلصق في اليدين. بالنسبه للناس اللي كيخدموا بالطحين ديال ميركادونا 800 غرام يعني كتجيهم كافيه. وهنايا غادي نزيدوا له واحد المكون اللي هو السر، اللي هو كيخليهم يعني رطيطبين وهشاشين وما كيقصحوش معانا. 3 ايام يبقاوكم حتى 3 ايام وما يقصحوش معاكم. غادي نضيفوا له هنايا في هذه المرحله هذه مغرفه كبيره ديال الزبده، وغادي نزيدوا مغرفه كبيره ديال الخل، وغادي نخلطوا كلشي. بالنسبه لهاد العجينه ما كيتسدلكش، تقدروا تجمعوه غير بسباتولا ديالكم عادي او بيدكم عادي او غير بالماكينه، يعني ماشي ديال الدليك، غير كتخلطوا باش كيتجمع وصافي. ومن بعد ما خلطناها بالزبده وديك الخل معانا كيجي القوام على هذا الشكل هذا. صافي دابا غادي نعملها في هذا البول هذا، ندهنو بالزيت بحال هكذا. صافي هنايا غادي نغطيوها وغادي نخليوها حتى تخمر معنا مزيان مزيان، تضاعف الحجم ديالها. بعد ما خمرتنا حتى لهاد الدرجه وتضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل هذا، غادي ندهنو يدنا بالزيت وغادي نشكلو كويرات وغادي نعملوهم في الطاوه ديالنا. كويرات يعني نتوما كتحكموا واش بغيتوهم كبارين ولا بغيتوهم ستيتوين. وهنايا حاولوا ما تخليوهمش قرابين على بعضياتهم حيت باقي كيزيدوا كيتنفخوا. غادي نكمل الكميه ديالي كامله على هذا الشكل هذا وغادي نغطيهم وغنخليهم يخمروا معنا مره الثانيه. ما كيتعطلوش يعني دغيا، اصلا كيكونوا هما ديجا يعني خامرين دغيا كيتنفخوا معنا. بعد ما كتشوفوا كيف ما رتحوا معنا وخمروا معنا واحد شويه، غادي نحتاجوا هنايا واحد البيضه غنزيدوا عليها الخل. فاش غندهنوا لهم الوجه ديالهم غادي نرشوهم بالزنجلان. والفران طبيعه الحال غادي يكون يعني سخون، يعني باعلى درجه. غادي نخشيوه يطيبوا يعني نورمال، سواء تفتح له من تحت ومن فوق او غير من تحت تعاود تفتح له من فوق حتى كيتحمروا كيتنفخوا معنا وكنخرجوهم من الفران. صافي وهنايا من بعد ما خرجوا معنا شوفوا كيفاش كيجيو منفوخين، كيجيو كيحمقوا. غادي نفتح معكم هادي، شوفوا كيفاش رطيطبه هيدا كيبقاو ما كيوقع لهم حتى حاجه. يا سلام يا سلام. كنتمنى حبيباتي من كل قلب يعجبكم الفيديو وتجربوهم ويصدقوا معكم بحال هذا الشكل هذا. راه كيجيو الروعه كيحمقوا، ما غاديش تستغناو عليهم النهار اللي غادي تعدلوهم. وحتى لهنايا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وخليتكم ان شاء الله في امان الله حتى الفيديو الاخر ان شاء الله. يا رب.